السلام عليكم. زي ما شفنا تصريحات ديفيد سازليف، الراجل اللي مشغل لنا القناة دلوقتي، عن مستقبل أفلام دي سي وورنر براذر ديسكفري بشكل عام. طبعا بعد فيلم بلاك آدم خلصت سنة 2022، واللي للأسف منزلش فيها غير فيلمين، بس كانوا فيلمين جامدين. وبداية من 2023 هينزل أفلام أكتر، وده اللي هنتكلم عليه مع بعض، وهي الأفلام اللي هتنزل السنة الجاية بالنسبة للعالم السينمائي. طبعا في الجوكر وذا باتمان، دي افلام ستاند الون ممكن نتكلم عليها في فيديو تاني. بس قبل ما نبدأ الحلقة دي ياريت تتأكد ان انت مشترك في قناتنا ومفعل جرس تنبيهاتنا عشان يوصلك كل فيديوهاتنا، وما تنساش اللايك الجميل عشان ده فعلا بيساعد. معاكم محمد وليد، ويلا بينا نشوف مع بعض دي سي يو 2023. ونبدأ بأول فيلم معانا وهو شازام فيوري اوف ذا كينجز. وتاني مرة شكرا على اللقطة الجميلة من الشركة إنهم عاملين حسابهم على الفيلم لما ينزل في الوطن العربي، مش زي ناس تانية. الفيلم هيكون بنفس أجواء الجزء الأول، بس المرة دي هيكون عن بيلي باتسون وعيلته بعد ما كسبوا قدراتهم، والمرة دي هيواجهوا شرير بيهدد العالم. ماشي، يعني فيلم متوقع إن هو يكون فيلم لطيف ومليان بأجواء عائلية جميلة. مقدرش أقول إن أنا متحمس أوي. نسبة ترقبي للفيلم ده هتكون 7/10. الفيلم هينزل يوم 17 مارس 2023. تاني فيلم معانا هو فلاش. أخيرا بعد تأجيلات كتير هينزل الفيلم ده، واللي متوقع منه أحداث كبيرة وضخمة. ده غير طبعا الشخصيات المتوقع إنها تظهر في الفيلم، الجاستس ليج كلهم تقريبا، وباتمان مايكل كيتن، وباتمان بين أفليك، وشخصيات مهمة من فيلم مان اوف ستيل الجزء الأول زي الجنرال زود. يعني الفيلم ده محتاج فيديو لوحده تكون عن النظريات اللي طلعت عليه. نسبة ترقبي أكيد هتكون 10/10. الفيلم هينزل يوم 23 يونيو 2023. تالت فيلم معانا وهو بلو بيتل، شخصية جديدة للعالم السينمائي. لسه منعرفش كتير عن الفيلم، بس شخصية بلو بيتل كان عضو من أعضاء التين تايتنز، فممكن الفيلم ده يكون بداية للتايتنز جوه العالم السينمائي. كاست الفيلم مبشر جدا ومتوقع منه كتير. نسبة ترقبي لحد دلوقتي 7/10، وممكن النسبة دي تزيد لما نعرف تفاصيل أكتر عن الفيلم قدام. الفيلم هينزل في يوم 18 أغسطس 2023. ورابع فيلم معانا والأخير وهو أكوامان أند ذا لاست كينجدم. بالرغم إن الجزء الأول من أكوامان كان أنجح أفلام العالم السينمائي من حيث الإيرادات والبوكس أوفيس، ولكن لسه مش متحمس للجزء التاني، ومش شايف أي جديد بصراحة. نفس الشخصيات ونفس الأجواء، وغالبا بلاك مانتا هيكون الفيلن الرئيسي للجزء ده. يعني عامة لو الفيلم هيكون بنفس مستوى الجزء الأول، خصوصا على مستوى المتعة البصرية والأكشن، ونهتم شوية بالكتابة أكتر، ساعتها الفيلم هيكون جامد. نسبة ترقبي للفيلم 7/10. أنا غالبا بحب رقم 7. وميعاد نزول الفيلم هيكون يوم 25 ديسمبر 2023. طبعا غير كده سمعنا تصريحات من ديفيد سازليف عن جيمس جان وبيتر سافرين، وإنهم عندهم نظريات قوية لمستقبل دي سي وللعالم السينمائي. وغير كده اتكلم إن هم عايزين يعملوا أفلام كتير ناجحة زي سوبرمان اللي بقالنا 13 سنة ما شفناش فيلم جديد. وبعيدا عن عالم دي سي، الراجل عايز يعمل أفلام أكتر لأعمال ناجحة زي هاري بوتر ولورد اوف ذا رينج. يعني عامة دي حاجة محمساني جدا، وأتمنى إن احنا نتكلم عليها قدام في الفترة اللي جاية. ولكن بشكل عام نتمنى التوفيق للجميع. ونرجع تاني بالنسبة لأعمال دي سي اللي جاية، ده هيكون الشكل الخاص بيها: أعمال جوه العالم السينمائي، وأعمال تانية جوه عالم مات ريفز وذا باتمان روبرت باتسون، وفي شوية أفلام ستاند ألون زي الجوكر لسه ما نعرفش، ولكن في جزء تاني جاي قدام. وبالنسبة للمسلسلات اللي كلها هتكون على منصة HBO ماكس زي تايتنز ودوم بترول، وغير كده أعمال نتفليكس لسه مكملة معانا. طبعا أخبار كتير حلوة، ولكن للأسف مفيش أي جديد بالنسبة لزاك سنايدر إذا كان راجع ولا لأ.
ومفيش أي أخبار عن باتمان بين أفليك، فأتمنى إن احنا نسمع عنهم أخبار أكتر قدام. وبس كده، ده كان كل اللي عندي النهاردة. شاركني تحت رأيك في الكومنت لو انت متحمس للسنة الجديدة ولا لأ. وكالعادة زي نهاية كل حلقة، لو عجبك الفيديو ده وعايز تشوف فيديوهات أكتر، ياريت تتأكد إن انت مشترك في القناة ومفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك كل جديدنا. وما تنساش اللايك الجميل عشان ده فعلا بيساعد. كالعادة كان معاكم محمد وليد، أشوفكم خيرة الله في الحلقات اللي جاية. سلام عليكم.